ريدمي بودز هي من السماعات اللي نقدر نقول عليها رخيصة جدا، وده شكل العلبة بتاعتها وده شكل البوكس. في البداية كده هيظهر معانا كلمة ريدمي، وهنا اللمبات الخاصة بمستوى البطارية. من الخلف مش هيظهر معانا أي حاجة. من الأسفل كده هيظهر معانا منفذ الشحن التايب سي، وتقدر تشحن السماعة ديت من خلال منفذ شحن التايب سي. بس طبعا لازم تربطها أو تشحنها من خلال اللابتوب أو الكمبيوتر أو شاحن يكون السرعات بتاعته بطيئة جدا علشان ما تأثرش على السماعة. وزنها خفيف مش تقيل، ولو جينا فتحناها كده أول حاجة لاحظتها إن الباب دوت الخامة بتاعته ضعيفة جدا. لو جينا بصينا على السماعات نفسها، فالسماعات بتيجي بتصميم الان اير اللي هي بتدخل داخل الأذن زي ما انتم شايفين كده. وزنها خفيف، وهنا هيظهر معانا زراير التاتش الخاصة بالتحكم في السماعات ديت. عايز اقول لك ان السماعات ديت بتشتغل معاك تقريبا 4 ساعات متواصلين من خلال البطارية بتاعتها، وتقدر تشحنها هنا من خلال البوكس ده اكتر من مرة. وبالتالي كده السماعات ديت تقعد معاك يوم طويل. عشان تشحن السماعات ديت بشكل كامل هتقعد معاك تقريبا ساعة ونص للسماعات، والبوكس عشان يشحن معاك فول تقريبا ساعتين كاملين. لو جينا اتكلمنا على الاداء، فعايز اقول لك ان السماعات ديت الاداء بتاعها نقدر نقول عليه الى حد ما مقبول. العزل بتاعها يعني نقدر نقول عليه كويس. البيز والصوت للاسف الصوت بتاعها مش قوي، مش واضح قوي. كنت اتمنى ان الصوت او الاداء بتاعها يكون احسن من كده. وهنروح مع بعض دلوقتي ونجرب صوت المايك بتاعها علشان تقدروا تحكموا تشوفوا ان الصوت المايك بتاعها كويس ولا لا. هنروح نجرب المايك مع بعض دلوقتي. اهلا بيكم. احنا دلوقتي يا جماعه احنا بنجرب صوت المايك بتاع سماعه ريدمي بودز. الصوت اللي انتوا بتسمعوه من المايك بشكل مباشر، مش بنعمل له اي ايديت او اي تعديل على برامج المونتاج. الصوت بتسمعوه بشكل مباشر بدون اي تعديل يا جماعه. دلوقتي هنتكلم على تقييمنا للسماعة ديت علشان تقدروا تحكموا على المايك ده الصوت بتاعها كويس ولا لا. مع العلم أنا في مكان دلوقتي هادي، مفيش أي صوت حواليا، فأنتوا سامعيني مفترض يعني إن أنتوا تكونوا سامعيني بصوت كويس. بالنسبة لتقييمي للسماعة ديت، فأنا عايز أقول لك إن البطارية بتاعتها نقدر نقول عليها مقبول 4 ساعات. تقييمي للصوت بتاعها أقدر أديله 5 من 10، يعني الوضوح مش بالدرجة المقبولة يعني، أو الدرجة اللي أنا كنت أتوقعها. بالنسبة للمايك أنتوا اللي تقدروا تحكموا على المايك دلوقتي هل هو مناسب ولا لأ من خلال التجربة ديت. آخر حاجة أتكلم عنها وهو ملمس السماعات أو ثبات السماعات في ودنك. الثبات بتاعها كويس، مفهوش أي مشاكل، وزنها خفيف، مش هتسبب لك أي مشكلة لو أنت بتعمل رياضة بتجري، الكلام ده كله مفيهاش أي مشاكل. أنا بتكلم معاكم دلوقتي يا جماعة عشان تقدروا تحكموا على صوت المايك بتاع السماعة دي. في الآخر كده لو حابين إن أنتوا تشتروا السماعة ديّة، فأنا سايب لكم الرابط بتاعها أسفل الفيديو من موقع علي إكسبريس.